حالة المتهمين لا تهمني في شيء. حالة المتهمين لا تهمني في شيء. أنا عندي حالة الأهم وهي الأم المكلومة. الأم المكلومة اللي ابنها، والزوجة المكلومة اللي زوجها، والأخت المكلومة اللي أخوها، والابن اللي فقد أبوه بإيد أمه وعشقها بناء على تحريات المباحث، عشقها بناء على قرار الإحالة بلطجية. ايه اللي هيفيد اقامتها علاقات غير شرعيه في القضيه؟ حضرتك ده هي اللي معترفه. ايه اللي هيفيد؟ ده هيفيد بايه؟ حضرتك الله اعلم. يعني اذا كان ليها علاقات غير شرعيه اثناء فتره زواجها، ده هيفيد بايه؟ في حضرتك يبقى ادي احد ادله الاتهام او ادله الثبوت ان في نيه التخلص من الراجل ده، عشان قالت لك قال لك كان وعدها بالزواج. ده ضابط المباحث مش انا. طيب النهارده حصلت مشاده ما بين دفاع المتهمين المشاده وارده في اي دعوه وفي اي قضيه وبين اي زملاء. احنا في المقام. اسباب هذه المشاده يا فندم؟ هو بيدعي باشياء واحنا بندعي باشياء. هو بيقول ان احنا ملناش حق الحضور، ان احنا مش احد الورثه وملناش صفه شرعيه. والقاضي تبين وجود الام اللي هي، يعني مع احترامي الشديد، احنا اقرينا، احنا بنقول ان في شهاده وفاه، ولكن كده وموجوده عند كل حضراتكم خانه كده سبب الوفاه جاري البحث. مش لما يطلع سبب الوفاه. هو في دلوقتي اعلام شرعي لاحد المتهمين هيكون وريث. طب هيبقى وريث ولا مش وريث؟ طيب في زوجه، طب الوفاه ايه؟ اعمل اعلام شرعي واحنا ازاي؟ بأني صفر؟ هو في شرع وقانون يقول ان الام ما تورثش في حاله وفاه. هو المحامي كان بيتكلم في ان هي ترث، ان لا، ان احنا لينا صفه ولا ملناش. صفه الحضور. تمام. ان احنا نحضر بس كمجني عليه مدعي بالحق المدني ولا لا. طيب ايه سبب تاخر، يعني سبب الوفاه لغايه دلوقتي؟ لان حضرتك لسه لم يفصل في القضيه. في قضيه قائمه قالت ان سبب الوفاه ايه. طيب على اي اساس طلع تصريح بالدفن ومع اللي غير معلوم سبب الوفاه؟ حضرتك ده لازم يطلع تصريح بالدفن، الجثه خلاص دي الاجراءات، يطلع سبب الوفاه جاري البحث لحين انتهاء الدعوه. ويبان بقى قتل، يبقى هيتكتب ايه؟ قتل، سقوط، انتحار. بخصوص تقرير الطب الشرعي وما جاء فيه وما بين سطور، وقلنا قبل كده انه منفذ للدفاع لاتيان حق ولاء زايد، طلباتكم مع المحكمه بهذا الخصوص؟ طلبناها حضرتك ان احنا احاله ملف الطب الشرعي بالكامل الى لجنه خماسيه. عايزين الملف من ساعه ما دخل ولاء زايد مشرحه واستلمه الطب الشرعي. عشان بعض الناس بيبقى مش عارف الفرق ما بين اللجنه الثلاثيه والخماسيه، ليه خماسيه مش ثلاثيه؟ حضرتك احنا عدد الخبراء في اللجنه الخماسيه هيبقوا اكتر، صحيح؟ احنا عايزين الاراء الاكثر نستفيد بيها، عشان الدكتوره بنسيه هتبقى موجوده في اللجنه الثلاثيه، يعني هي احد افرادها. طب اذا كانت الدكتوره بنسيه مجريه التقرير قامت بالخطا في التقرير، يبقى هي هتبقى ترجح احد الاطراف معاها. اما لما لا تبقى لجنه خماسيه يبقى راي استاذ وائل، راي استاذ عبد الرحمن، راي نشأت، راي محمد، كل واحد ليه رايه وتفصل الاجماع على الراي. ومن حقنا ان احنا ناخد اراء اطباء شرعيين خارجيين ونجيب للمحكمه الدليل من خلال ايه؟ مناقشه او عرض التقرير الطبي اللي قدمته الدكتوره بنسيه او مجريه التقرير الطبي الشرعي بكل تفاصيله. لان اي طبيب مش هيشرح الجثه خلاص. الدكتوره بنسيه شرحت، هي اللي رأت الجثه، بس كل حاجه بتعملها في ملف اجرائي في الطب الشرعي نتمنى ان يكون موجود. هيتم انشاء تقرير طب شرعي موازي ولا لا عشان يتم الاعتداء بيه في المحكمه؟ حضرتك انا لم اطلب طلباتي وانا مش عارف من خلال فريق العمل اللي عندي في اطباء شرعيين، ومعانا تقرير واتنين من جامعات مصريه مش من اطباء، من جامعه من كليه طب نقط قسم الطب الشرعي، وقايل كل التفاصيل. ومعايا من كليه طب نقط قسم الطب الشرعي. التقارير دي قالت ان في عوار في تقرير الطب الشرعي الاساسي، شبهه جنائيه. يعني اهم الملامح اللي حضرتك توصلتوا ليها مع اطباء الطب الشرعي اللي تواصلتوا معاهم بخصوص هذا التقرير في قضيه الدكتور ولاء زايد؟ نتحفظ على ذلك لحين ورود
الدكتوره بنسيه ومناقشتها، ونحين ان شاء الله رب العالمين حسب طلبات المتهمين، هم اللي طالبين يناقشوها، والحين حضورها والمرافعه او الجلسه القادمه ان شاء الله. طيب اخر سؤال، النهارده الجلسه اتاجلت، عايزين نعرف سبب التاجيل. الاطلاع على الطلبات، وهيقول التاجيل لايه؟ القاضي هيقول. لسه احنا واقفين دلوقتي الساعه 2:30 و5، وحضرتك القرار لسه ما طلعش، لان لسه القاضي رفع الجلسه ودخلوا المداوله، بالرغم ان الرول لسه في قضايا اخرى، ولكن لما حصلت كثره المحامين مش مشاده، احنا كلنا زملاء، هنتناقش او نتناحر مع بعض امام هيئه المحكمه عشان انا اثبت ان موكلي بريء وانت تثبت ان موكلك متهم وهكذا، ولكن في الاخر الحق سيظهر على يد القضاء المصري الشامخ الذي نثق فيه والدائره الموقره. في الاخر احنا اصدقاء واحباب وكلنا نمتهن مهنه واحده. شكرا لحضرتك. النهارده كان في يعني محامي المتهمه الاولى كان بينفي ان في وجود علاقه عاطفيه مع شخص اخر. قال الكلام ده قدام المحكمه؟ لا مش قدام المحكمه. خلاص تعليق حضرتك يعني فيما يثبت ان في حضرتك علاقه عاطفيه مع شخص اخر في الاوراق. حضرتك هو قال الكلام ده صحيح؟ هو محامي احد المتهمين في تمام اللقاء معاه امام المحكمه بعد الجلسه الاولى اصر ان هو كان مجلس عائلي وان كل من كان موجود في مسرح الجريمه موجود لحل خلاف زوجي. حضرتك انا ليا سؤال، انا اخويا محامي ومحامي نقد وراجل كبير، ايه اللي اعمله؟ حكمي عدل، حكم عدل، اول حاجه بتبص فيها امانته، سنه، بلوغه، يبقى اجيب راجل كبير ولا نقطه؟ وفي بعض المتهمين سنهم ما بين ال 17 وال 18 سنه. ما هم دول اللي كانوا بيحكموا حضرتك، ما هم دول الحكام العدل. طب اخيرا سياده المستشار رساله طمانينه لاهل ولاء زايد وللراي العام. باذن الله حضراتكم حق ولاء زايد راجع وحق ولاء زايد مثبوت، ولن نتهاون في حقه، واشكركم جميعا. شكرا حضرتك سياده المستشار. شكرا.